عنوان القصة: البيت المسكون في قديم الزمان. كان هناك منزل مسكون في أعماق الغابة. كان المنزل قديما ومتهالكا، وكان يقال إنه ملعون. كان هناك العديد من القصص عن المنزل المسكون. قيل أن ظهورات الأشباح شوهدت في المنزل، وأن أصوات غريبة سمعت في الليل. الأحداث: ذات يوم قررت مجموعة من الأصدقاء زيارة المنزل المسكون. كانوا فضوليين لرؤية ما إذا كانت القصص صحيحة. وصل الأصدقاء إلى المنزل بعد رحلة طويلة عبر الغابة. كان المنزل مخيفا بالفعل من الخارج. كانت الجدران متشققة، وكان الطلاء متقشرا. دخل الأصدقاء المنزل وبدأوا في استكشافه. وجدوا المنزل فوضويا ومتهالكا. كان هناك غبار في كل مكان، وكانت الأثاث مكسورة. بدأ الأصدقاء يشعرون بالخوف. كانوا يشعرون وكأنهم مراقبون. في أحد الغرف وجد الأصدقاء صورة قديمة لفتاة صغيرة. كانت الفتاة تنظر إلى الكاميرا بنظرة حزينة. قال أحد الأصدقاء: أعتقد أن هذه هي الفتاة التي ترى في القصص. أجاب صديق آخر: لا أعرف، إنها تبدو مخيفة. قرر الأصدقاء المغادرة، ولكن كانت هناك مشكلة. كانت الأبواب مغلقة. حاول الأصدقاء فتح الأبواب، ولكن لم يكن هناك رد. كانوا عالقون في المنزل المسكون. بدأ الأصدقاء في الخوف حقا. كانوا يعتقدون أنهم سيموتون في المنزل المسكون. في الليل سمع الأصدقاء أصواتا غريبة. كانت الأصوات مثل أصوات ضحك وبكاء. أضاء أحد الأصدقاء مصباحا يدويا، ورأى شبحا. كان الشبح يشبه الفتاة الصغيرة في الصورة. صرخت صديقة واحدة، وبدأ الأصدقاء في الجري. ركضوا عبر المنزل محاولين العثور على مخرج. أخيرا وجد الأصدقاء مخرجا. هربوا من المنزل المسكون وركضوا إلى الغابة. ركض الأصدقاء حتى وصلوا إلى حافة الغابة. كان الصباح، وبدا العالم مختلفا تماما. جلس الأصدقاء على الأرض ونظروا إلى المنزل المسكون. كان المنزل لا يزال قائما، ولكن كان يبدو أقل تهديدا في ضوء النهار. قال أحد الأصدقاء: لقد مررنا بليلة مروعة. أجاب صديق آخر: نعم، ولكن الحمد لله أننا على قيد الحياة. قرر الأصدقاء عدم العودة إلى المنزل المسكون مرة أخرى. لقد تعلموا درسا لن ينسوه أبدا. إذا أعجبكم المقطع، ادعمونا باللايك والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا، وشكرا على المشاهدة.